السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ مين يا رب تكونوا بخير. وحشتونا جدا جدا جدا، احلى واجمل مشاهدين في الدنيا. قبل اي حاجة طبعا احب اشكر كل الناس اللي دخلوا جداد عندنا في القناة وشرفونا باشتراكاتهم الجميلة اللي دايما كده بتسعد قلوبنا، ويا رب دايما كده نكون عند حسن ظن حضراتكم وقد الثقة الغالية اللي انتوا بتدوها لنا. بحب افكر حضراتكم ان احنا دايما بنستنى منكم الدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من الفيديوهات بتاعتنا ان شاء الله. وكمان بنستنى منكم تكتبوا لنا ارائكم اللي بتسعد قلوبنا، كومنتاتكم الجميله في الاكلات اللي احنا بننزلها، وكمان تقترحوا علينا اسامي وصفات جديده نقدر نطبقها سوا مع بعض بطريقه سهله وبسيطه واقتصاديه وفي متناول الجميع باذن الله. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض غدوه حلوه وسهله وسريعه بحاجه ليها موسم بتنزل فيه، موسم معين. هنعمل النهارده غدوتنا من الفول الحراتي او الفول الاخضر زي ما بيقولوا. يلا بينا نصلي على رسولنا الكريم ونقول بسم الله ونشوف المقادير بتاعتنا النهارده عباره عن ايه. معايا النهارده للوصفه بتاعتنا او للغدوه بتاعتنا معايا رز مصري، ومعايا فول اخضر او فول حراتي. للي ما يعرفش شكله يا جماعه، ده اللي بيبقى شكل الفول الاخضر اهو. جبت الفول عندي وفصصته زي ما انتم شايفين بالطريقه دي، وبقى عندي بالشكل ده. بنفصص الفول زي ما بنفصص البسله او الحاجات دي كلها، بنفتحه كده وبناخد القلب بتاعه. هو دوت اللي احنا بنستخدمه من بنستخدمه في الوصفه بتاعتنا. والفول كمان ليه فوائد كتيره وليه استخدامات كتيره، يعني مش هو ده الطبق بس اللي ممكن يتعمل منه. ومعايا بصل، وطبعا البهارات بتاعتنا او الملح بتاعنا او التوابل بتاعتنا النهارده هي عباره عن ملح وكمون وشطه بس، مش اكتر من كده. هنطبق الكلام ده ازاي؟ هنيجي عندنا هنا اهوت حله على النار، انا بس حطيتها تسخن مع حضراتكم شويه. قبل ما نبدا حطيت فيها الماده الدهنيه بتاعتنا ايا كانت بقى، زيت او سمنه، وهنا يفضل ان هو يبقى سمنه. انتوا عارفين ان انا دايما لما بنيجي نعمل رز بحب احط ميكس ما بين الاثنين، السمنه والزيت. بس النهارده لا، انا النهارده افضل ان هو يبقى زيت بس. هنزل عندي بالبصلايه. البصلايه بتاعتنا تكون متوسطه الحجم ومتقطعه مكعبات، مش كبيره ومش صغيره. وهخليها عندي على النار لحد ما تاخد لون ذهبي، مش توصل زي السمك، يعني مش توصل لدرجه اللون اللي احنا بناخده في رز الصياديه او رز السمك. لا، احنا عايزين اللون يكون افتح شويه. كمان الفول الحراتي يا جماعه ممكن نعمله بطماطم، ممكن يتعمل مفصصه، ليه كذا طريقه. ممكن يتسلق، يعني في ناس بتسلقه ويتاكل وهو مسلوق، برضو بيبقى طعمه حلو جدا. فهو ليه موسم في الوقت دوت بيبقى موجود فيه، فاحنا بنستغله في الاكلات دي. هفصل مع حضراتكم لحد ما البصله بتاعتي توصل للون اللي احنا محتاجينه، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. ورجعنا تاني يا جماعه بعد ما خلاص البصله بتاعتنا خدت اللون اللي احنا محتاجينه. احنا قلنا ان احنا عايزين نديها لون ذهبي فاتح مش غامق. هعمل ايه بقى عندي دلوقتي؟ بروح جايب عندي كميه الفول بتاعتنا وننزل بيها كده مع البصله، ونديله تقليبتين كده. الخطوه دي اولا بتدي الفول عندي تطعيمه البصل، وفي نفس الوقت بتسرع من تسويته، لان احنا الفول بتاعنا مش هياخد نفس سوى الرز، هياخد طبعا سوى اكتر شويه. فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نسوي الفول بتاعنا بنسبه مثلا 70% قبل الرز، علشان لما يجي يستوي الاثنين يبقوا واخدين سوا بعض، ما يبقاش عندي معجن او في حاجه معجنه الرز مستوي قوي هو لا كده. فبنحطه بس كده مع البصل، ياخد تشويحتين كده، قيمه مثلا دقيقتين كده، نقعد نشوح فيه مع البصل قبل ما ننزل عليه بالميه. حبيت بس اوريكم الخطوه قبل ما انزل بيها قدام حضراتكم. هفصل معاكم قبل ما نحط الميه بتاعتنا عليه، هنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا. ورجعنا لكم تاني يا جماعه بعد ما خلاص الفول بتاعنا وصل لنسبه السوا اللي احنا محتاجينها. مش عارف يعني شكله باين لحضراتكم ولا لا، هو بيبقى بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. بيوصل للدرجه دي، بتحسوا ان الجلده اللي عليه اتشالت، وفي نفس الوقت تحسوا ان لونه بقى اخضر اكتر من الاول. هنا بعرف انه خلاص في المرحله دي هنزل بقى عندي بالميه بتاعتي انا مسخنها او غليها، وبنحط هنا هو كميه الميه على قد كميه الرز بالظبط، مش بنزود حاجه.
عشان في ناس بس بتفتكر ان احنا ممكن نزود عشان خاطر الفول. لا، احنا بنحط نفس كميه الرز نفس كميه الميه. هنملح بقى عندنا هنا زي ما احنا قلنا كده، هنحط ملح وكمون وشطه للي بيحبوا سبايسي يعني، ويفضل ان هو يبقى سبايسي شويه يبقى طعمه احلى يعني. وهنقلب بقى كده، وهنتعامل بقى معاه معامله الرز العادي. اول ما عندي الميه بتغلي بنزل بالرز بتاعنا، وبعد كده بستنى لحد ما يتشرب وهدي عليه النار خالص لحد ما يستوي، وتشوفوا بقى شكله بقى فظيع. ممكن نعمل جنبه ايه؟ هو تحسوا شويه ان هو شبه الكشري الاسكندراني. ممكن يتقدم جنبه بيض مسلوق او بيض عيون، سلطه خضراء من العاديه بتاعتنا، بيبقى في منتهى الروعه. الميه عندي خلاص غليت لان احنا اصلا غاليينها قبل كده. هننزل عندنا بالرز، رز مصري يا جماعه مش بسمتي طبعا. وهقلب بقى كده، وشموا بقى الريحه الجميله ولونه الروعه. بصراحه هو من الاكلات الحلوه جدا اللي فعلا لازم نستغل موسم الفول يا جماعه في الفتره دي، وتستغلوه في الاكلات دي. اكلات بيبقى طعمها حلو جدا، وكمان مش كل الناس او مش كلنا عارفينها، ففعلا بيبقى حلو. هغطي بقى على النار وهسيبه لحد ما يتشرب زي ما احنا قلنا. وبعد كده اهوت اول ما يتشرب من الميه اللي فيها هبدا على النار خالص واسيبه لحد ما يستوي براحته، ما بياخدش وقت خالص لان خلاص الفول عندنا اوريدي دخل في مرحله السوا. هياخد سوا الرز وبعد كده هنشوف هنقدمه ازاي. خليكم معانا. ورجعت لكم تاني يا جماعه بعد ما خلاص الفول بتاعنا او الرز بتاعنا او الغدوه بتاعتنا النهارده استوت. هنقدمها بقى مع بعض. انا ما رضيتش اغرفه، قلت ايه يعني نغرفه كده عشان تشوفوا شكل الفول بيبقى او شكل الرز بيبقى عامل ازاي. مش عايز اقول لكم بقى ريحته بتبقى عامله ازاي وكمان طعمه. هي بصراحه بتبقى غدوه متكامله او اكله متكامله. احنا حاطين فيها رز والفول طبعا يعتبر فيه خضار وبروتين، وهنحط كمان وهنقدم معاه كمان زي ما قلنا بيض مسلوق، وفي سلطه اللي هي بتبقى فيها الخضار. فبصراحه بتبقى اكله متكامله. وزي ما قلت لحضراتكم الفول من الحاجات اللي ليها يعني وصفات كتير قوي ممكن نعملها سوا ان شاء الله مع بعض. بس نستغل الوقت اللي هو بيبقى موجود فيه. هو زي ما احنا قلنا هو موسم، ليه موسم معين بيبقى موجود فيه، وللاسف هو ما بينفعش ان هو يتخزن او يتفرز. فهو بتاع وقته يعني، مش زي الحاجات اللي بتطلع مثلا، مش زي الباميه مثلا ممكن نفرزها، الفاصوليا، الحاجات اللي بتبقى موجوده في وقت الشتاء دي. هو مش زي الحاجات دي. زي ما احنا شايفين كده غرفناه كده اهوت. وبقى البيض طبعا ممكن انتوا على حسب بقى عدد افراد الاسره، او على حسب انتوا هتحطوا شكل البيض ازاي مثلا. فهي بتبقى راجعه ليكوا انتوا. التقديم ده حاجه ترجع لكم. زي ما احنا شايفين كده بيبقى بالشكل دوت. جربوه وهيعجبكم جدا باذن الله، وهتلاقوا طعمه مختلف تماما. وكمان في ناس كتيره ما تعرفوش. عقبال ما نكمل باقي وصفاته في فيديوهات جايه ان شاء الله. اتمنى كده الفيديو بتاعنا النهارده يكون خفيف على قلوبكم، واتمنى ان هو يعجبكم. هستنى بقى تكتبوا لي في الكومنتات الجميله بتاعتكم رايكم اللي بيهمني طبعا، وجربتوه ولا لا وعجبكم ولا لا. وما تنسوناش بالدعم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهاتنا ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله، ومع السلامه.